ما تطلعش مع شركة هابي لايف رحلات خالص، لأنك هتدمن الرحلات معاهم. عمرك جربت تعيش يوم كامل في قلب الطبيعة؟ بس مش أي طبيعة، احنا بنتكلم عن محمية وادي دجلة. استعد للضحك والأكل والفرفشة مع شركة هابي لايف. بص يا سيدي، اليوم بدأ عادي جدا، كنا طالعين رحلة لمحمية وادي دجلة مع شركة هابي لايف، والاسم على مسمى. بجد الناس دول فاهمين يعني ايه يعلوا مزاجك. خدنا العربية وطلعنا على الهضبة، وأول ما وصلنا بصينا على المنظر وقلنا ايه العظمة دي يا جدعان. المهم دورنا على مكان نقعد فيه، طبعا الزحمة حواليك كتيرة جدا. المهم لقينا حتة حلوة وكده، وقلنا هو ده خلاص نحط الرحال هنا. قعدنا احنا التلاتة، أنا وهدى ومنى، وبدأنا نصور وكأننا في فيلم تسجيل. المهم اللحظة بدأت وهوب لقينا مزيكا ودنيا قايمة. اللي مشغلين الأغاني كانوا فاهمين الشغلانة، الأغاني حلوة بقى وحماس ايه ما اقولكش. فجأة لقينا واحد معدي جنبنا قال يا جماعة الأكل جاهز يلا بينا. طبعا حصل هجوم على الأكل، احنا كنا جعانين جدا، جرينا على الأكل زي ما يكون آخر وجبة لينا في الحياة. لقينا الفراخ المشوية والكفتة والرز، حاجة تفتح نفسك قوي على الأكل. خلصنا أكل وقاعدين مستنيين الشو، وفجأة طلع الراجل اللي بيعمل فاير ووركس. ايه العظمة دي يا جدعان؟ الراجل عمل شو جامد جدا، وبعدها التنورة ورقص شعبي بقى واسكندراني وسعيدي وكل حاجة عندك موجودة. قلت لنفسي الراجل ده موسوعة في الرقصات. المهم اليوم خلص وكلنا متفقين على حاجة واحدة، شركة هابي لايف دي شركة عبقرية في تنظيم الرحلات. بجد كانت رحلة تحفة وكأننا خدنا جرعة بهجة متكاملة. والمهم لو سألتوني عن شركة هابي لايف اكتبولي في الكومنت وهقول لكم كل التفاصيل.